تعرف ايه هو المانش؟ لا، ركز معايا شوية، انا بقول المانش مش الماتش. يلي دماغكم كلها في كاس العالم والكورة واللي منها. احنا هنتكلم النهاردة عن المانش. طب يلا بينا نبدأ الحكاية وتعالوا يلا ورايا. بقى المانش ده مضيق، يعني قناة بحرية بتربط ما بين فرنسا وبريطانيا، والمضيق ده تحت منه نفق اسمه برضو نفق المانش على اسم المضيق. ها، مش بيفكركم بحاجة؟ برافو عليكم، شاطرين. أي حد بيسافر بورسعيد والسويس وسينا بالعربية أكيد عارف قناة السويس، وعارف إن في موجود تحت منها 6 أنفاق. المهم بحر المانش ده عمقه 174 متر، يزيدوا شوية يقلوا شوية تقريبا كده. يعني ايه العمق بتاعها؟ يعني غويطة قوي 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 قوي. طيب لو جينا فكرنا كده في يوم من الأيام، وتعالوا كده واسرحوا بخيالكم، هنجيب الهرم الأكبر اللي طوله 147 متر، شوية فوق شوية تحت، هو في الرنج ده كده. يعني لو جبنا الهرم الأكبر وغطسناه كمان جوه بحر المانش، عارفين مش هيتبقى منه أي حاجة خالص. انتوا عارفين كمان هيتبقى زيادة 20 متر عشان نقدر حتى نوصل للسطح. اتخيلتوا معايا؟ طيب ده كده العمق، يعني السهم وهو نازل تحت. طب تيجوا نقيس المسافة، يعني من فرنسا لحد بريطانيا في المسافة الصغيرة اللي فيها المضيق. هي المسافة بالظبط 31.4 ميل. ياه، دي مسافة كبيرة. طب هو احنا النهاردة بنتكلم ليه على المانش يا شادن؟ لأن أي سباح في العالم بيعتبر المانش تحدي وإنجاز. إنما إيه؟ لو بتفكر في الموضوع صعب ولا لأ، تعالى بقى أما أقولك إن كل 6 بيجربوا ويحاولوا إنهم يعدوا بحر المانش بيعدي منهم 1 بس. طب يا ترى تعرف كم واحد مصري فاز بسباق المانش؟ أحب أقولك واملى صدرك كده فخر واتكلم، عندنا 9 مصريين، وكان آخرهم في سنة 2022 ولد اسمه محمد الحسيني، أو بمعنى أصح السباح محمد الحسيني. بينا يلا نعرف هم مين اللي عدوا بحر المانش. يلا كده خليك فخور معايا وانت بتتكلم عن أبطال مصر. في سنة 1928 عدى المانش أول مصري وعربي، وكان اسمه إسحاق حلمي. جه من بعده في سنة 1948 وعدى المانش السباح حسن عبد الرحيم. أما بقى لو سألوك مين هو قاهر المانش، هو طبعاً عبد اللطيف أبو هيف، وعبر المانش سنة 1953. ولكل البنات اللي بتحب تقول إن البنات أشطر البنات وأشطر من أي ولد، والبنت المصرية الوحيدة اللي لحد دلوقتي عبرت المانش 3 مرات هي عبلة عادل خيري في 3 سنين ورا بعض، 1974 و1975 و1977. مش بنقول البنات ألطف الكائنات؟ ومن بعدها جه نبيل الشاذلي اللي عدى المانش مرتين، 1977 و1976. ولو عاوز تعرف قد ايه احنا ولادنا المصريين ابطال بالقوي قوي قوي، اسأل عن مصطفى خليل اللي عدى المانش سنة 94 وهو من غير رجلين، ومن بعده أحمد ناصف في 2014، وآخرهم كان محمد الحسيني سنة 2022. يا سلام عليك يا مصر، كل دول ولادك، كل دول أبطال وسباحين رفعوا اسمك في العلالي فوق. ها، وانتوا يلي لسه بتتعلموا السباحة ابتديتوا تحطوا المانش هدف قدامكم؟ أنا متأكدة إني بكرة هسمع إن حد فيكم قدر يعدي بحر المانش، وهيقول في يوم من الأيام إنه يومها سمع حدوتة من ماما شادن. هوا خلصنا حدوتتنا، وهوا هستناكوا في مرة تانية ونحكي حكاية تانية مع ماما شادن. سلام.